الاب الطيب ده بيتهموه في قضية قتل، وفي شاهد بيقول انه شافه وبيقول على المكان اللي دفن فيه الجثة، اللي لما بيطلعوها بتبقى مفاجأة كبيرة ما كانوش يتوقعوها. عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل تابعوا معايا الملخص. انا هاجر ودي قناتي، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. وبيبدأ الفيلم بتاعنا بفي جي وهو في اسم الشرطة، وحد بيسأل هو عمل ايه، وعشان نعرف هو عمل ايه بنرجع شهور بالاحداث. واللي يهمنا نعرفه عن في جي انه شخص بسيط، وبسبب انه كان يتيم فهو طلع من التعليم من رابعة ابتدائي، بس بقى بيحب الافلام جدا وهي بقت كل حياته ومصدر ثقافته، لدرجة انه اتعلم اللغة الانجليزية من الافلام. وهو كمان بيشتغل في تركيب اطباق الدش وعمل توصيلات الافلام. وده جوزيه المساعد بتاعه اللي بيقوم بكل الشغل تقريبا، بينما في جي قاعد يشوف الافلام. وفي جي برضه كتر خيره انه مستحمل جوزيه ده، لانه غبي شوية او يعني بيتغابى وبينسى يعمل نص الشغل. وزي كل يوم بيروح في جي مطعم مارتن العجوز، وفي اليوم ده بيشوف اب وام عواجيز مستنيين في المطعم لان ابنهم محجوز في اسم الشرطة، واسم الشرطة بيبقى قدام المطعم تقريبا. ولما في جي بيعرف ان ابنهم محبوس ظلم بسبب الضابط جاي توندي اللي متعود ياخد رشاوي واتوات من الناس، بيفتكر مشهد من فيلم عن القوانين والمحاماة، فبيقدر ينصح العجوزين يعملوا ايه بالظبط، وكمان بيديهم رقم محامي. وبعدها بيجي جاي توندي، وايه بقى هو وفي جي مفيش بينهم عمر ابدا، وبيسهر في جي في محله على فيلم، وبيروح بيته الصبح، وده اللي مضايق مراته خصوصا وانه ما بيردش عليها طول الليل، وكمان رافض يشتري موبايل. فبتقول له عشان اسامحك لازم تاخدني انا والبنات مدينة بنجابو عشان نعمل شوبينج ونتفسح شوية. وبشوية محاولة في جي فعلا بيوافق، واثناء فسحتهم بتقول لهم بنته الكبيرة انجو ان المدرسة اختارتها عشان تروح مخيم للطبيعة، وهيبقى في طلاب من 40 مدرسة في الرحلة دي. فبيقول لها وماله لازم تروحي، التعليم برضو مش في الكتب بس، السفر والنشاطات بيعلموا الانسان. بس لما بتقول له انه هيدفع 1800 روبية بيغير رأيه على طول، بس بشوية محايلة بيوافق ان بنته تروح. واثناء رحلتها بيبقى في ولد من مدرسة غالية اسمه سام بيصور البنات ويضايقهم، وبيركز اكتر على انجو لانها بتخاف تهزقه، بعكس بنت تانية هزقته ووقفته عند حده. وبنرجع لفي جي اللي مارتن صاحب المطعم بيعرفه على مقاول، والمقاول ده بيبني مبنى القسم الجديد، يعني اسم الشرطة هينقل لمكان جديد والمقاول ده ماسك الشغل فيه. وفي جي عايز برضو يعمل محله الجديد، فعشان كده بيتواصل مع المقاول ده. وفي الاثناء دي بيدخل جاي توندي وبيبقى مش طايق في جي بسبب نصيحته للعجوزين، وفي جي برضو مش طايقه لانه بيقلب صاحب المطعم، وكمان المقاول بياخد منه فلوس. وفي جي بيتحداه انه ما يقدرش يعمل له اي حاجه، وجاي توندي بيهدده ان هيجي يوم ويندم، لكل كلب يوم. بس عموما الناس بيهدوهم وبيفصلهم عن بعض. وفي ضابط شريف بيدخل المطعم فالدنيا بتهدى. وفي بيت في جي بيعمل حفره في الارض عشان يحط فيها السماد العضوي، لانه عنده ارض بيزرعها حوالين البيت بجانب شغله. وبتجيله مراته وانجو بنته اللي بتحكي لهم عن الرحله وقد ايه انبسطت فيها، وبتحكي لهم كمان عن الطالب سام اللي كان بيغلس على البنات. اما مراته ناندي فبتطلب منه يروحوا قداس اللي هي زي خطبه دينيه كده بتتعمل كل سنه مره، وبتقول له انها هتبقى يوم 2 و3 اكتوبر، ودي كده ايام اجازه ففرصه يعني اننا نروح، لكنه بيرفض. وفي يوم 2 اكتوبر بيبقى في جي مكسل يروح الشغل، والبنات كمان عندهم اجازه من المدرسه، وبتطلب ناندي من بنتهم انجو انها تروح تجيب طلبات السوق، وفعلا بتعمل كده. بس وهي راجعه بيقابلها سام الولد اللي ضايقها في الرحله، وبتكون مستغربه من جيته هنا لانه مش من القريه هنا، وهم ما تقابلوش وما يعرفوش بعض غير في الرحله دي بس. وهو بيقول لها انه جاي عشان يوريها حاجه على تليفونه، ولما انجو بتشوف تليفونه بتتصدم، وده لان الحيوان صورها في الحمام من غير ما تاخد بالها اثناء الرحله، وبكل بجاحه هو اللي بيبتزها كمان. والكلام ده لو في اي مجتمع محترم كان اللي زي سام طبعا هيتسف على دمه، لكن لان الهند زي مجتمعات كتير متخلفه وبتلقي اللوم على البنت، فاللي زي سام بيتجرأوا قوي لدرجه انه بيطلب منها انهم يتقابلوا بالليل خلف منزلها، ولو ما جاتش هيشير الفيديو بتاعها. وهي بتفضل حابسه نفسها بقيه اليوم في غرفتها من الخوف والصدمه. وبالليل لما في جي ابوها بيروح شغله وكالعاده بيسهر على الافلام وباقي البيت بينام، انجو بتروح لسام في عز المطر وبتدخله غرفه المخزن اللي هي خلف بيتهم، وبيبقى فاكر انها هتسلمه نفسها، لكنه بيتفاجئ انه امها موجوده. تفضل انجو تترجاه انه يمسح الفيديو بتاعها، وامها كمان بتفضل تترجى فيه لكنه بيرفض، وبيقول لانجو انا وثقت فيكي ما بعتش الفيديو لاي حد، وانت يا غداره يا بنت شكاير الغدارين تعملي كده في الاخر وتقولي لمامتك، وبيهددها انه هيندمها. وبيروح يفرج امها الفيديو، وهي لما بتشوفه بتتصدم وبتحاول تاخد التليفون منه بالعافيه، وانجو كمان بتساعدها انها تعمل كده، لكنه بيقدر يزقهم هما الاثنين. وبعدها بيروح للام اللي بتتوسل له عند رجليه انه يرحم بنتها، لكنه بيطلب منها انها تديله هي اللي عايزه مكان بنتها. وقبل ما نعرف اجابه
الام بنشوف تاني يوم الصبح فيجي رجع بيته ولقى اثار اقدام طينيه والبيت متبهدل والام والبنتين منهارين من العياط، ولما بيسأل عن اللي حصل بيحكوا له. وبنرجع لمشهد الام وهي بتتوسل لسام. اما انجو فبتمسك حديده كده وبتيجي من ورا سام عشان تخبط التليفون، لكنه بيرفع التليفون فجاه وهي بتضربه بينزل ايده فجاه وبتيجي الضربه في دماغه بكل قوه، خدت شر وراح. وانجو من رعبها بتفضل تكسر في التليفون. اما امها فبتشوف سام وبتقول لها ده ما بيتنفسش، وبتجري انجو على البيت تكلم والدها عشان ينجدهم، لكن كالعاده ما بيردش. واختها الصغيره ان بتحس باللي بيحصل وبتقوم وبتشوفهم وهم جارين الجثه وبيرموها في الحفره اللي عملها فيجي للسماد وبيردموا عليه. وبعد ما فيجي بيعرف كل اللي حصل بتساله مراته وهي مرعوبه لو كانت غلطت لما دفنت سام، فقال لها لا. وبتجيله انجو بمصيبه جديده وهي انها لقيت مفاتيح عربيه سام، وده معناه انها مركونه في مكان قريب. فبيأمرها فيجي انهم ينظفوا المكان كويس، وبيستغرب ان مفيش اي دم على الارض، لكنه بيفهم ان الاصابه كانت داخليه. وبيشوف تليفون سام المتكسر والشريحه المرميه، فبيفتكر كل الافلام البوليسيه اللي شافها واللي فيها الشرطه بتقدر تتتبع الشريحه طول ما هي في الموبايل والموبايل شغال. فبيشيل الشريحه بورقه من غير ما يلمسها لانه هيستخدمها في تضليل الشرطه. وبيروح يدور على العربيه اللي مركونه في مكان قريب من البيت، وبيكون الشرطي جايتوندي قريب من المكان. وبيحاول فيجي يقرب من العربيه من غير ما يلفت انتباه الشرطي جايتوندي اللي واقف مع جاره، من غير يعني ما يلفت انتباه اي حد. لكن للاسف العربيه بتعمل صوت، الصوت ده اللي بيعملوه لما حد بيلمس العربيه، فبيركبها هو بسرعه وبيطلع بيها جري، وجايتوندي بيلمحه لكنه بيطلع بالعربيه. وبيفتكر لما مراته قالت له تعالى نسافر بناجي، مدينه بناجي يعني، نحضر خطبه دينيه هناك، ووقتها بيقدر يخطط هو هيعمل ايه بالظبط. لما بيوصل المدينه بيشتري اول حاجه تليفون مستعمل وبيحط خط سام فيه، وبيروح لموقف عربيات نقل وبيمسح بصماته من على التليفون اللي ما كانش بطل رن من وقت ما شغله، وبيرمي التليفون في عربيه نقل عام عشان يتوههم شويه. وبياخد العربيه بقى بتاعت سام لبحيره كان سمع انها وسط الجبال وزي محميه طبيعيه كده، وبيرمي العربيه فيها وبيتاكد ان مفيش حد شافه. وبيرجع لشغله وبيقول لجوزيه المساعد انه مش هيجي بكره لانه هيسافر بناجي عشان يحضر خطبه هناك اللي هو القداس الديني، مع اننا عارفين ان القداس كان يوم 2 اكتوبر وهم كده في ليله 3 اكتوبر، يعني ليله 3 اكتوبر بالليل، لكن لسه قدام هنفهم خطته. ولما بيرجع البيت مراته بتديه الصدمه وبتعرفه ان سام يبقى ابن المفتش العام للشرطه. اوبا كده حلاوت. وبنشوف المفتش العام وهو معلق 2 حرفيا ورجالته بيضربوهم، وده عشان غيروا اقوالهم في قضيه ما كده هي ماسكاها. هي يا جماعه عشان المفتش العام هي ام سام مش ابوه. وحقيقي الممثله دي جامده، يعني هي طول الفيلم مرعبه من غير ما تعلي صوتها ولا تحزق ولا اي افوره. وميرا بقى زي ما عرفنا اللي هي المفتش العام دي هي ام سام، وابوه كان رجل اعمال ومدلعين ابنهم على الاخر لدرجه ان بتعدي ايام وهم مش عارفين هو فين. وميرا بتقول لوالده ما يزنش على ابنه ويسيبه بحريته شويه، مش فاهمه ايه الحريه اللي عايزينها اكتر من كده. وعندي فيجي فبيقول لاسرته انهم هيسافروا لمده يومين ويقولوا للناس كلها انهم رايحين يحضروا القداس او الخطبه الدينيه، وفعلا بيعملوا كده. وبيركب الباص لمدينه بناجي، والكمساري بيبقى صديق لفيجي فبيحاول يظهر قدامه انه مش متوتر، وبرضه بيقول قدامه انه رايح للقداس الديني. وفعلا بيروحوا مكان القداس اللي بيبقى انتهى اساسا، وبيروحوا فندق وبيطلبوا اكل من مطعم معين، وكل التفاصيل دي هنفهمها قدام. وبيروحوا السينما وبعدها بيرجعوا تاني لقريتهم بباص تاني. وبيفضل بقى ينبه على مراته انه خوفهم وتوترهم هو الدليل الوحيد عليهم، وبينبه عليها ان من هنا ورايح تحتفظ بكل الفواتير، ان شاء الله لو اشترت قلم تحتفظ بفاتورته. وفي يوم بيتفاجئ انجو ان الشرطه جايه لهم فبتقف وهي مرعوبه، ولما فيجي بيلاحظ ده بيجري يقف قدامها وبيكلم هو الشرطي اللي بيبقى جاي لحاجه تانية اساسا، لكن هي اترعبت على الفاضي. وعند الضابط ميرا فبيكون اختفاء ابنها طول، وده خلاها تتتبع تليفونه اللي بتلاقيه لف مدن كتير في وقت قصير، وفي النهايه اتقفل. وبيعدي حوالي اسبوعين، وفي الوقت ده في 2 بيكتشفوا العربيه وهم بيسبحوا في البحيره، والشرطه بتوصل وطبعا معاهم ميرا وجوزها، وبيطمنهم الضابط ان ابنهم ما كانش مرمي مع العربيه، وبيعرفوا منها مرميه في البحيره من حوالي اسبوعين. وفي الاسم بيدوروا اكتر ورا تليفون سام، وبيقول لها التقني ان يوم 2 اكتوبر التليفون ادى اشاره في القريه وبعدها اتقفل، وتاني يوم اتفتح في مكان جديد وكمان من تليفون
مدن جديد، وفضل يتنقل بين المدن وبعدها اتقفل نهائي. وكمان الفيزا بيبقى آخر استخدام ليها يوم 2 أكتوبر وانسحب منها مبلغ كبير. وبيوزعوا صور سام على كل الأقسام وكمان صور ومواصفات العربية بتاعته، وطبعا بيشوفها الضابط جاي توندي وعلى طول بيفتكر فيجي. وبعدها لما بيشوف فيجي في مطعم مارتن بيتعمد يجيب سيرة القضية قدامه، وأول ما بيقول على العربية الصفراء فيجي بيبص له بتوتر، وده اللي كان جاي توندي عايزه أصلا عشان يتأكد من تورط فيجي. وبيروح على طول يقول لرئيسه اللي مش بيصدقه لأن الكل عارف إن هو وفيجي أعداء. وعند فيجي فبيكون بيحفظ عيلته الرواية اللي هيقولوها للمرة العاشرة للشرطة، وبيبقى متأكد إن قريب قوي الشرطة هتستدعيهم. وعند الشرطة فبيسألوا الجاري اللي كان واقف مع الشرطي جاي توندي يوم ما شافوا فيجي، فهو بيقول لهم إنه مش متأكد مين اللي كان في العربية في اليوم إياه، وكمان بيقول لهم إن جاره عنده نفس نوع العربية دي فممكن ما تكونش أصلا العربية المطلوبة. وفي الاسم بيجي لهم معلومة إن سام كان في مخيم الطبيعة اللي كان فيه بنت فيجي أنجو، ودي الوحيدة اللي في طرف خيط بينها وبين سام في القرية دي. وهنا بنعرف إن أنجو بنت فيجي بالتبني، وده لأنه لقاها مرمية في الزبالة لما كان عمرها أيام بس وهو كان عمره 21 سنة، ولأنه يتيم ومجرب اليتم فقرر إنه يتبناها. وأخلاقه دي هي اللي بتخلي الشرطة مترددة في التحقيق معاه. وهنا الشرطي بيقرر إنه يفاجئ أنجو، وفي المدرسة بيتقال لها تكلم المديرة، لكن وهي رايحة للمديرة بتشوف الشرطة هناك، وهنا هي بتترعب لكنها بتفتكر كل كلام فيجي وتدريباته طول الشهر اللي فات، فبترسم ابتسامة على وشها وبتدخل لهم بكل ثقة. لما بيسألوها عن سام مش بتنكر انها تعرفه لكنها بتنكر انها شافته بعد المخيم. ولما بيقولوا لها ان المخيم كان فيه طلاب كتير فازاي افتكرتي سام، فبتقول لهم لانه مشهور بتصويره للبنات وفي بنت اشتكته، فبيحاولوا يوقعوها وبيقولوا لها بس احنا عرفنا انه جالك يوم 2 اكتوبر، فبتقول لهم ما حصلش واجهوني بيه هو قال انه قابلني، لان اصلا انا وعيلتي كنا مسافرين يوم 2 و3 اكتوبر عشان نحضر قداس ديني. ولما بيجي يشوف السجل اللي حضرها في المدرسه يوم 2 و3 اكتوبر بتقول لهم المديره ان اليومين دول كانوا اجازه وهم بيسيبوا بقى انجو في حالها، لكنهم بيروحوا على طول لاهلها البيت، وبتبقى الام ناندي على اعصابها ومنهاره. ولحسن الحظ ان فيجي بيجي على طول على البيت بعد ما عرف اللي حصل في المدرسه طبعا، وبيبدا بقى في استجوابه من الشرطه، وبيقولوا للشرطه انهم ما يعرفوش سام ولا عمرهم شافوه بل اصلا شافوا عربيته. فبيقول لهم الغلس جاي توندي انهم عرفوا ان سام جه لبيتهم في يوم اختفائه، وكمان انه شاف فيجي راكب عربيه سام. وهنا ناندي من توترها بتقول له احنا ما كناش هنا يوم 2 و3 اكتوبر، بالرغم ان اصلا الشرطه ما ذكرتش اي تواريخ، فطبعا بتثبت التهمه على نفسها. وهنا فيجي بيلحق الموضوع وبيقعد يضحك لما بيتهموا ناندي انها وقعت بلسانها، ولما بيسالوه عن سبب ضحكته بيقول لهم ان مراته متوتره من وقت ما المديره ما كلمتها وقالت لها انكم استدعيتوا بنتها، وطبيعي قالت لها كل تفاصيل القضيه وانكم سالتوا بالذات عن يوم 2 اكتوبر، فهي ما وقعتش بلسانها ولا حاجه، بل ان جاي توندي هو اللي بتبلى عليا والكل شاهد على خناقتنا سوا. وهنا بيقول للظابط تفاصيل رحلتهم لمدينه بناجي من اول الباص اللي ركبه للفندق للسينما والمطعم، وبيبقى معاه فواتير كل الايام دي. طيب ازاي جايب الفواتير؟ هنعرف قدام. وبيقول لهم ان اليوم اللي رجعوا فيه كان مطر والبنات تعبوا وعشان كده غابوا اليومين اللي بعد كده من المدرسه. ولما بيستغربوا انه محتفظ بكل الفواتير كانه كان عارف انه هيتسال عن اليومين دول، قال لهم انا واحد على قد حالي وطبيعي هحتفظ بالفواتير عشان احسب كل مليم اخر الشهر. وقتها الشرطه بتمشي لكن هو كان متاكد ان ده مش هيكون اخر استجواب ليهم. وعند المفتش ميرا بتوصل لها كل الاخبار عن فيجي وبنته والعربيه اللي جاي توندي شافه راكبها اليوميات، فبتأمرهم انهم يجيبوا لها فيجي وعيلته وكل الناس اللي هو قال انهم شافوه يوم 2 و3 اكتوبر. وبتحقق مع الاربع افراد وكل واحد بيبقى لوحده وكلهم اجاباتهم بتبقى واحده، اخدنا الباص لبناجي والكمساري كان صديق فيجي فما اخدش منهم ثمنها عشان كده معهمش تيكت يعني، وكلهم بيقولوا كل حاجه زي بعض ما عدا البنتين بيعملوا نفسهم يعني مش فاكرين الاوقات بالظبط المواعيد بالظبط، وده اللي فيجي اصلا قال لهم يعملوه عشان يعني لو كلهم قالوا كل حاجه بالظبط كانهم حافظينها بالملي فده هيشكك الشرطه فيهم اكتر. وكمان بينبه بناته ان الشرطه ممكن تقول لهم ان فيجي او مامتهم قالوا معلومه مختلفه عشان يعني يحاولوا يوقعوهم في بعض، فهم لازم يحتفظوا بروايتهم مهما كانت الاسئله. وطبعا في الوقت ده كل القريه بتعرف اللي بيحصل مع فيجي واهله، والناس من الجيران واهل الزوجه بيعرفوا اللي حصل للعيله دي وبيتجمعوا عند مكان التحقيق. بس صمود الطفله وعدم تغييرها لاقوالها مهما لفوا وداروا عليها بيشككهم فيهم اكتر. بس في اليوم ده بيخلوا سبيل فيجي وعيلته وبيروحوهم وبيحسسوهم انهم خلاص مصدقينهم، لكن فيجي بيبقى عارف ومتاكد ان دي لعبه من الشرطه وانهم هيتجروا تاني للتحقيق. وفي اليوم التالي بيبداوا التحقيق مع الشهود، بدايه من صاحب المطعم مارتن اللي بيشهد ان فيجي
فيجي سافر فعلا للقداس يوم 2 أكتوبر، ومساعد فيجي اللي اسمه جوزيه بيقول نفس الكلام، وبيقولوا كمان ان فيجي حكى لهم كل الموعظة اللي اتقالت في القداس في اليوم ده، والكمساري كمان بيحققوا معاه وبيقول نفس الكلام. وموظف الفندق بيأكد انهم كانوا في الفندق يوم 2 و3 أكتوبر ومتسجلين كمان في الدفتر، وصاحب المطعم بيفتكرهم وبيقول انهم من الزباين الجيدين، وبسبب كده هو منسيهمش، وبيتصلوا برجل الدين بتاع القداس وبيعرفوا منه ايه الموعظة اللي قالها في اليوم ده. وده لانه مش بيكرر الخطب بتاعته ابدا، لانه هو حدث يعني بيحصل من السنة للسنة، فمش بيتكرر الكلام فيها، وبيتأكدوا انها نفس الموعظة اللي قالها فيجي. وهنا ميرا برغم كل جبروتها بتنهار، لانهم كانوا طرف الخيط الوحيد بالنسبة لها. واخيرا بتوصل للكمساري اللي ركبوا معاه وهم راجعين، ده غير يعني صديقه الكمساري اللي ركبوا معاه وهم رايحين المفروض، وبيقول لهم انا فاكره، لانه في اليوم ده وقف الاتوبيس عشان ينزل يسحب فلوس من الاي تي ام، اللي هو يوم 3 اكتوبر اليوم اللي هو راجع فيه المفروض. وهنا بتطلب ميرا من الضباط انهم يراجعوا كاميرا الاي تي ام. قبل ما يراجعوا الكاميرا هي بتسال الكمساري ازاي انت فاكر فيجي وانه كان رايح لقداس ديني وانت بيعدي عليك المئات كل يوم؟ فبيقول لها ده لانه هو فكرني بالموضوع لما قابلته مره تانية من كام يوم. فهنا بتولع لمبه في دماغ ميرا وبترجع تحقق مع كل الشهود مره تانية، وكلهم بيقولوا انهم قابلوا فيجي من كام يوم وحكى لهم بطرق غير مباشره عن رحلته يوم 2 و3 اكتوبر اللي هي المفروض دلوقتي حصلت من شهر. يعني مثلا انهم راحوا الموقف مخصوص وخلوا الطفل وتنده للكمساري وتسلم عليه. وقتها ناندي الزوجه قالت لفيجي انت مش فاكر الراجل الطيب ده ولا ايه؟ ده اللي ركبنا معاه يوم 3 اكتوبر ووقتها حصل كذا وكذا وانت نزلت عشان تسحب فلوس من الاي تي ام. فهو يقول لها بجد ده اللي قابلناه يوم 3 وحصل كذا كذا. فالراجل الموقف طبعا بتحفظ في ذهنه لانه يعني اتكرر قدامه مرتين، وفي الحقيقه كل المواقف دي حصلت فعلا، لكنها حصلت في يوم 4 و5 اكتوبر مش 2 و3 اكتوبر. بس موضوع الفواتير مش عارفين هو ظبطها ازاي، وكل التفاصيل دي هو عملها مع جيرانه مع المساعد بتاعه اللي هو يعني قاعد يحكي لهم لما كان يوم 2 و3 اكتوبر في القداس وحصل كذا وكذا، وحكى لهم كمان كل الموعظه الدينيه اللي هو سمعها، وكلها بطرق غير مباشرة. وعشان كده الناس ما افتكرتش بالظبط هو سافر يوم 2 أكتوبر ولا يوم 4 أكتوبر، لأن الأحداث دي حصلت من شهر أو شهرين، فهم يعني افتكروا آخر موقف حصل ما بينهم وإنه أكد عليهم إنه كان يوم 2 أكتوبر مسافر وساعتها حصل 1 2 3. وفي الوقت ده بيجي لميرا اتصال من رجل الدين وبيقول لها إن أتباعه بيسجلوا محاضراته وبيبيعوها بالحجز للجمهور، لكنه اتأكد إن اسم فيجي مش من ضمن الناس اللي اشترت السي دي بتاع الموعظة بتاعته، لكنه ممكن طبعا يكون اشترى السي دي ده تحت اي اسم مستعار، وده فعلا اللي هو عمله. وفي الوقت ده ميرا بتراجع كاميرا الاي تي ام اللي المفروض فيجي نزل من الباص وسحب منها الفلوس يوم 3 اكتوبر، والكاميرا بقى مش هتكذب، والمفاجاه انها بتشوف في الكاميرا فعلا فيجي وهو متعمد اصلا يبص للكاميرا. لكن هنا ميرا بتقدر تفهم اللعبه الذكيه اللي هو بيلعبها عليها، وعشان انتوا حبايبي فانا هفهمكم وبزياده كمان عن اللي هي عرفت. اولا سام اختفى يوم 2 اكتوبر واحنا عارفين انه اتقتل، وفيجي اخذ عربيته يوم 3 اكتوبر وراح لمدينه بناجي، ودي نفس المدينه بتاعه القداس. وقتها هو اتخلص من الخط بالطريقه اللي احنا عرفناها، لكنه بقى راح الفندق وحجز ليه ولاسرته، مع انه كان لوحده لكن هو حجز ليه ولاسرته، وبطريقه ما غفل الموظف وزور التاريخ عشان يبقى متسجل في يوم 2 و3 اكتوبر مش يوم 3 بس. وانه كمان راح السينما وقطع 4 تذاكر في يوم 3 اكتوبر، وراح المطعم وطلب 4 وجبات، وبعدها ركب الباص لانه تخلص من العربيه، وتعمد انه ينزل في الطريق عشان يسحب من الاي تي ام وعشان يتسجل في الكاميرا انه كان هنا يوم 3 اكتوبر. وبعدها يوم 4 و5 اكتوبر اخد عيلته وراح عمل كل النشاطات دي من تاني، كل النشاطات اللي هو عملها لوحده اخد عيلته وراح عملها من تاني يوم 4 ويوم 5 اكتوبر. يعني راح نفس الفندق بس سجل نفسه باسم مختلف عشان الموظف يقدر يحتفظ بوشاشهم، وكان بيتعمد انه يعمل موقف مميز مع كل شخص يقابله عشان يفتكره بعد كده. وبعدها ركب الباص ونزل برضه بحجه الاي تي ام، لكنه ببساطه ما راحش ناحيه الاي تي ام ولا سحب منها اساسا، وده عشان بعد كده لما الموظف يشهد بانه ركب معاه وفي اليوم ده نزل وسحب من الاي تي ام وهم يراجعوا الكاميرا يلاقوه متسجل في يوم 3 اكتوبر. وده بدليل ان البنات ما راحوش مدرستهم يوم 4 ويوم 5 بحجه انهم مرضوا من المطر. وبيبقى كده فيجي قدر ان هو يخدع مديريه الشرطه كلها، بس على مين؟ ميرا برضو مش سهله، وبما انها مش ماسكه عليه اي حاجه في الاعتراف سيد الادله، وعشان كده بتجرجرهم تاني يوم للتحقيق. ووقتها اخو ناندو بيفتكر ان فيجي اداله ارقام صحفيين يكلمهم في حاله ان اتقبض عليهم تاني، فبيعمل كده. اما فيجي والباقيين فميرا بتوقفهم كلهم وبتسالهم واحد واحد عن ابنها، وبتعرفهم انها كشفت كل العابهم، ولما بيصروا على روايتهم هنا بتقول لجيتوندي
يتعامل، وفرصته جاتله. بيدي فيجي شوية أقلام ميري بتجيبه الأرض قدام عيلته، قدام بناته، قدام مراته، وبتفضل تتحايل مراته على ميرا إنها توقف ضرب جوزها، وفعلا ميرا بتعمل كده، بس ده لأن دورناندو وأنجو جه في الضرب. وهنا الضابطات بيعجنوهم حرفيا. وفي الوقت ده ميرا بتوصل لصديق سام ابنها اللي كان مسافر، فبتوقف حفلة الضرب دي وبتطلع له وبتفضل تسأله: يا ابني حبيبي ايه علاقة سام بأنجو؟ وفي الأول الولد ما بيرضاش يتكلم وبيبقى خايف، لكن مع الضغط عليه بيقول لهم إن سام كان بيحط تليفونه في حمامات البنات، وإنه صور أنجو عشان يبتزها بعدين. وهنا ميرا بتدرك إن ابنها جراله حاجة، وبترجع لفيجي وبتقول له: أنا عرفت خلاص بموضوع الفيديو، فين سام؟ وطبعا بيقول لها ما اعرفش، وبيرجع يتضرب تاني هو ومراته وبنته. لا وايه لما فيجي بيمنعه يضرب بنته بيقول له: انت ازاي تتجرأ وتعطل عمل الشرطه؟ انت ازاي تمنعني من تأدية وظيفتي وضرب مراتك وبنتك؟ انت اتجننت. وفي الوقت ده جيتون دي بيفتكر حاجه كان ناسيها، الطفله انو اللي عملتها على نفسها يا عيني من الرعب، فبيقعد يخوفها انه هيموت لها عيلتها لو ما قالتش اللي تعرفه. فميرا بتقول له يطلع اهلها لان البنت مش هتقول حاجه قدامهم، فهو بيعمل كده فعلا وبيستفرد بيها لوحدها، يعني انا اترعبت لها. وبيفضل يضغطها، ولما بيلاقي جوز ميرا اللي اسمه مهيش بيقول لها: الظابط ده هجاص واحنا غلطانين ان احنا مشينا وراه، دي طفله، حرام اللي انتوا بتعملوه ده. وقتها هو بيتعصب او بيضرب الطفله، فعلى طول بتقول له: انا هقول لك سما تفون فين بس سيبني. وبياخدها فعلا للبيت حيث مكان الدفن. وجيتون دي بيقول لي فيجي بكل فخر ان رحلتكم الجايه هتكون لسجن القناطر. وعند البيت بقى بيبقى فيه حشد من الصحافه ومن الناس، والشرطه بتبدا في الحفر، وبيبداوا يشموا ريحه صعبه قوي، فبيزيدوا حفر وبيلاقوا لفافه وبيطلعوها وسط رعب العيله. ولما بيفتحوها بتتصدم ميرا بجثه كلب. اي نعم سام اسوأ من الكلب، بس دي جثه كلب فعليا، وده لان فيجي غير مكان الدفن وخبى الموضوع عن عيلته. وطبعا فيجي استغل الصحافه والحشد وقعد يصرخ قدامهم ان الشرطه عذبتهم وضربت حتى طفله، هو في اجرام كده؟ وبيقول لهم جيتون دي اختلق كل ده لخلافات شخصيه ما بيننا، وعذب اسرتي وعذب حتى الطفله المسكينه. ولما جيتون دي بيجي عشان يسكته الناس بتهيج عليه، وبالذات عيله الزوجه ناندو طبعا بيهروا من الضرب، والشرطه بتنسحب والقضيه بتبقى قضيه راي عام. وجيتون دي بتوقف عن العمل، وميرا وكل الضباط اللي حققوا مع فيجي بيتنقلوا لاماكن تانية، وبيتصدر امر بوقف التحقيق مع فيجي الا بامر محكمه. وطبعا فيجي بيبقى مبسوط من اندو، بعكس مراته اللي بتقول له ان المفتشه ميرا وجوزها صعبانين عليها جدا لان هم ما اجرموش، ومع ذلك ميرا وجوزها اللي بيدفعوا الثمن. فبيقول لها ان لو الموضوع كان العكس وسام هو اللي اتخلص من بنتنا، كنت هتلاقي ميرا عملت نفس اللي انا عملته اكتر عشان تحمي ابنها. وبيقول لها بالنسبه لي الموضوع مش صح وغلط، بالنسبه لي العيله هي الاولويه دايما. ولما بتساله دفن الولد فين وامتى غير مكان الدفن اصلا، بيقول لها غيرت المكان بعد ما تخلصت من العربيه في نفس اليوم بالليل، انما دفنته فين فده سر هاخده معاه للاب. وهو عمل كده لانه ادرك ان انو الطفله مش هتستحمل، وهم كمان ممكن ما يستحملوش التعذيب. وبعد كده بتطلب ميرا ومهيش جوزها انهم يشوفوا فيجي في مكان بعيد وبشكل ودي، وفعلا فيجي بيروح لهم وبيكلموا مهيش وبيقول له: انا وميرا قعدنا سنين ما نخلفش، والموضوع كان ميؤوس منه لحد ما ربنا مكرمنا بسام، وعشان كده دلعناه زياده قوي عن اللزوم، واحنا دلوقتي مدركين اننا السبب في ضياعه، واحنا اسفين عن كل الضرر اللي احنا تسببنا فيه ليكم. بس من اب الاب قول لي ايه مصير ابني؟ انا كل ما التليفون يرن او الباب يخبط بجري وبفتكر ان هو ده، ارجوك ارأف بحالي. فبيقول له فيجي: انا برضو اسف، انا انسان بسيط ما كملتش تعليمي ويتيم، وعيلتي بالنسبه لي هي كل دنيتي، وفي يوم في ضيف غير مرغوب فيه اقتحم العالم بتاعي وكان عايز يدمره، وحاولنا بكل الطرق ان احنا نخليه يمشي لكنه رفض رغم ان احنا اتوسلنا له، وعن طريق الخطأ الضيف ده راح لمكان مفيش منه رجوع. فطبعا مهيش وميرا بيفهموا الحكايه والمعنى اللي في بطن الشاعر، فبيعيطوا وبياخدوا بعضهم ويمشوا لانهم خلاص قرروا انهم يهاجروا بره البلد خالص. وفي اخر مشهد بنشوف اول مشهد بدأ بالفيلم لما فيجي كان في اسم الشرطه بيقفل المحضر، والظابط ما كانش طايقه وبيقول له: ما تفتكرش انك هتفضل محمي كتير. فبيقول لي فيجي: انا واثق ان الشرطه والاسم دايما هيحموني. وده لان فيجي بكل بساطه دفن سام تحت الاسم اساسا. فاكرين لما قلت لكم ان في مقاول بيعمل المبنى الجديد للاسم وبيعمل لفيجي المحل الجديد بتاعه؟ من المقاول ده كان
انه في جي بيعرف منه كل التجديدات بتاعه الاسم لانه صديقه، يعني امتى هيرموا خرسانه، امتى هيبلطوا المواسير فين، كل الكلام ده، وهكذا قدر ينجو فعلا. وانتم قولوا لي هل بالنسبه لكم العيله هي كل حاجه وكنتوا هتعملوا كده برضو؟ وفي النهايه مش هقول للبنات تخلي بالها والكلام ده، لان البنات بتسمع الكلام ده من نعومه اظافرهم، والاهل بيربوهم على كده، لكن بعض الاهالي بينسوا يربوا اولادهم الذكور، فخلوا بالكم لان جرائم الابتزاز الالكتروني بقت احكامها شديده جدا وما فيهاش تساهل. فارجو انكم تكونوا سالمين، ولو حصل تعدي لاي حد فيكم وهو تحت سن 18 فاتصلوا بخط نجدة الطفل 16 3 صفار. وللابتزاز الالكتروني فالمفروض تحتفظوا بكل الادله وتتجهوا لاسم مكافحه الجرائم الالكترونيه بالعباسيه، او الاتصال بارقامهم، او الاتجاه لاقرب مديريه. ممكن تتواصلوا مع صفحات زي قوم وسبيك اب، وطبعا اي شخص تتواصلوا معاه للمساعده ما تدوهوش داتا تتمسك عليكم عشان ما تبقوش هبل مرتين، يعني لحسن تلاقوه هو التاني بيبتزكم. بس كده ودمتم سالمين. انا هاجر ودي قناتي، لو عجبكم المحتوى اعملوا اشتراك ولايك ورشحونا لاصحابكم، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيلم. سلام.